في غابات مطيرة شكلها جميل جدا في الصور، بس بتكون خطيرة لو مش عارفها كويس. أنا مش بتكلم عن وحوش في الغابة، لكن الخطر الحقيقي هنا جاي من الحرارة الشديدة وتغير الجو بسرعة، والحيوانات السامة والنباتات الخطيرة والأمراض، والأماكن اللي صعب فرق الإنقاذ توصلها. واحد من الأماكن اللي لازم نخلي بالنا منها هو غابة دينتري المطيرة في كوينزلاند، أستراليا. المكان ده جزء من المناطق الاستوائية الرطبة في كوينزلاند، واللي تعتبر موقع تراث عالمي لليونسكو. ودي كمان واحدة من أقدم الغابات المطيرة الاستوائية في العالم. النباتات في المنطقة دي جاية من نظام بيئي قديم جدا كان موجود حتى قبل ظهور البشر، بس ده مش معناه إنها ما تغيرتش على مدار ملايين السنين. النباتات والحيوانات والأنهار والمناخ هنا لسه بيتغيروا باستمرار. الغابة دي بتتسمى الغابة المطيرة القديمة، بس علشان المنطقة دي فيها غابات مطيرة بقالها زمن طويل جدا. الأشجار في داينتري كثيفة جدا، الجو حر والرطوبة عالية، علشان كده جسم الإنسان بيتعب أسرع وبيفقد المية بسرعة، خصوصا لو كان ماشي لفترة طويلة. الممر ممكن يبقى زلط بسبب المطر والطين والجذور والحجارة المبلولة. حتى الوقوع البسيط ممكن يبقى مشكلة كبيرة لو كنت بعيد عن الطريق وما فيش إنقاذ سريع. لكن واحد من أكبر المخاطر هتلاقيه في الأنهار والجداول وأشجار المانغروف والسواحل. هنا بيعيش تمساح المياه المالحة، ده أكبر زاحف حي في العالم. ممكن يفضل ثابت تقريباً في المية وهو مستني حيوان يقرب منه. عشان عينيه وجزء من راسه بس اللي باينين، صعب تشوفه في المية اللي مش صافية أو تبلمة. اسم التمساح البحري مش معناه إنه عايش في البحر بس، ممكن كمان تلاقيه في النهر، المصب، المستنقع، وأماكن تانية من نظام المية العذبة. في مايو 2016 تمساح سحبست وهي ماشية في المية الضحلة على شاطئ ثورنتون، اللي هو جزء من منتزه داينتري الوطني. كانت بالليل وصاحبتها حاولت تنقذها بس ما قدرتش. التمساح ممكن يهاجم من المية الضحلة، خصوصاً لما يكون الجو ظلمة وهادي وصعب تشوف القاع. عشان كده التحذير واضح من السلطات في منطقة التماسيح: ما تقربش من جنب المية وما تعمش إلا لو في تأكيد. خليك في أمان هناك واتبع كل علامات التحذير. بس مش الحيوانات الكبيرة بس اللي لازم نخاف منها في دينتري. في نبات هنا كمان شكله عادي وورقه عريض، اسمه جامبي أو الشجرة اللاسعة. أوراقها وفروعها مغطية بشعر صغير قوي زي الإبرة. لما يلمس الجلد، الشعر الصغير ده ممكن يدخل في الجلد ويطلع سم بيأثر على الأعصاب. ده ممكن يسبب ألم شديد وحرقان. حسب مركز معلومات السموم في كوينزلاند، الألم ممكن يستمر كذا يوم، وأحياناً يرجع تاني بعد شهور. عشان كده لمس الورقة دي خطر جداً، حتى لو شكلها ما فيها شوك. الشعر الصغير ممكن يفضل في الهدوم أو الحاجات اللي معك. لو لمستهم تاني جلدك ممكن يوجعك من جديد. حيوان تاني معروف في الغابة المطيرة دي هو الكسواري الجنوبي. ده طائر كبير وما بيقدرش يطير، ممكن يوصل ارتفاعه لحوالي 2 متر، والإناث الكبيرة ممكن توصل وزنها ل70 كيلوغرام. عنده رجلين قويين وضوافر طويلة، ولما يحس بالخطر ممكن يركل ويسبب جروحا خطيرة. عادة الكسواري البري بيبعد عن الناس، لكن ممكن يهاجم لو حد أكله أو جرى وراه أو ضايقه أو قرب منه زيادة عن اللزوم. في حالة وفاة تسجلت في كوينزلاند سنة 1926، مراهق وأخوه حاولوا يأذوا كسواري. العصفور قاوم وقتل واحد من الإخوات. يعني الكسواري بيكون خطر لو الجبر يدافع عن نفسه، بس هو مش وحش، بيدور على الناس عشان يعجمهم. في الحقيقة الكسواري كمان مهم لصحة الغابة المطيرة. هو بياكل فواكه كبيرة وبينقل البذور لأماكن تانية في الغابة. في بذور كبيرة هو تقريباً الوحيد اللي يقدر ينشرها لمسافات بعيدة. في كمان حكايات عن مخلوق غريب اسمه ياوي، وبيقولوا إنه كمان مستخبي في غابات أستراليا، بس لسه ما فيش دليل علمي قوي يثبت إنه الكائن ده حقيقي فعلاً. مع ذلك الخطر في دينتري مش علشان الغابة بتحارب الإنسان عن قصد، بالعكس، ده مجرد حماية طبيعية للنباتات والحيوانات هناك. مثلاً نبات الجيمبي عنده شعيرات صغيرة جداً على أوراقه وفروعه،
الشعيرات دي شبه الإبر الصغيرة، لما يلمسوا الجلد ممكن يدخلوا فيه ويطلعوا مادة كيميائية بتسبب ألم شديد في الأعصاب. من الصعب إزالة الشعيرات الصغيرة دي لأنها ممكن تتكسر وتفضل في الجلد، عشان كده مجرد لمس ورقة غلط ممكن يسبب ألم مستمر لفترة طويلة. أما الكسواري فده مش طائر عادي. زي كل الطيور الحديثة هو كمان بينتمي للمجموعة الباقية من الديناصورات اللي لسه عايشة. رجلين الكسواري قوية جدا وبيجري بسرعة، كمان عنده ظفر طويل وحاد في صباعه الأوسط. لما بيتزنك أو حد يلحقه أو يحاول يطعمه ممكن يبقى عدواني جدا، عشان كده الصح إنك تبعد عنه، ما تقفش في طريقه وما تحاولش تقرب منه أو تخوفه. غير كده في مخاطر تانية في الغابة المطيرة مش باينة على طول، عشان الجو حر ورطب البكتيريا والفطريات بتتكاثر بسرعة. الجروح الصغيرة ممكن تلتهب أو تتلوث لو تملى الطين وما تنظفتش بسرعة. مش بس النباتات والحيوانات هي المشكلة هنا، وكمان في جبال شديدة الانحدار، أنهار جارفة، طين عميق، جريمة منظمة، وكمان تقريباً ما فيش إنقاذ سريع. ده هو فجوة دارين. المكان ده موجود بين كولومبيا وبنما. ده الجزء الكثيف من الغابة اللي بيفصل أمريكا الجنوبية عن أمريكا الوسطى. لما تبصي على الخريطة هتحسي إنه الطرق متصلة من أمريكا الجنوبية لحد أمريكا الشمالية، بس في جزء ناقص، فجوة دارين. هو الجزء الوحيد اللي مش متوصل، هو القطع في طريق بان أمريكان السريع. الطريق السريع بينتهي في بنما وما بيكملش مباشرة لكولومبيا، يعني مفيش طريق عادي ممكن العربيات تمشي عليه في نص الغابة، مش عشان مفيش حد بيعرف يبني طريق سريع. المكان فعلا صعب جدا، فيه جبال وأنهار ومستقعات وغابات كثيفة، وأرض تتحول لطين عميق بسرعة لما الدنيا بتمطر. بناء طريق هنا هيحتاج مصاريف ضخمة جدا، وكمان صيانة مستمرة، وفيه كمان مشكلة بيئية. جزء من دارين فيه غابات محمية مهمة وموطن لكثير من النباتات والحيوانات، وكمان فيه مجتمعات أصلية عايشة في المنطقة دي من زمان. في سبب تاني كمان ليه الطريق السريع مش بيتعمل بسهولة. نقص الطرق كان بمثابة حاجز ضد انتشار بعض أمراض الحيوانات من أمريكا الجنوبية لأمريكا الوسطى والشمالية. عشان كده فجوة دارين مش مشكلة مستعصية على الهندسة الحديثة. الإنسان يقدر يبني طريق هنا، بس ده هيكلف كتير جدا وممكن يسبب ضرر كبير للطبيعة والمجتمعات. في بعثات كتير حاولت تعدي من هنا بالعربيات، غالبا مش بيبقوا سايقين على طول، لازم يقطعوا النباتات ويبنوا كباري مؤقتة ويحفروا في الطين، وأوقات كمان بيشيلوا أو يسحبوا العربية. حتى لو بعثة قدرت تعدي ده مش معناه إن الطريق ينفع يبقى طريق سريع عادي. لسه العبور من هنا صعب جدا. بس دلوقتي أكتر قصة مؤلمة عن دارين مش عن العربيات، القصة عن المهاجرين اللي بيعدوا ماشياً. في السنين اللي فاتت مئات الآلاف من الناس عدوا من الطريق ده، كتير منهم جايين من فنزويلا، هايتي، إكوادور، الصين ودول تانية، وكل واحد ليه سبب مختلف. فيه ناس هربانين من الفقر، الاضطرابات، التمييز أو قلة الشغل، وفيه ناس تانية عندهم أمل يوصلوا للولايات المتحدة أو أي بلد تاني عشان يبدأوا حياة جديدة. بس قبل ما يوصلوا هناك لازم يواجهوا دارين. مفيش طريق واحد آمن وواضح يمشوا عليه، ساعات المشي بياخد أيام، وللبعض التاني الرحلة دي ممكن تاخد أكتر من أسبوع حسب المطر، الطريق، السن، الصحة، ووزن الحاجات اللي شايلينها. لازم يعدوا على طرق وعرة وطينية وصعبة. لما الدنيا بتمطر المية اللي كانت ضحلة ممكن تتحول لنهر جاري، والطين بيخليهم يتزحلقوا بسهولة. لما الرجل تتعور كل خطوة بتبقى أصعب. كمان الأكل والمية النظيفة بيخلصوا بسرعة. لما يشربوا من نهر وسخ ممكن يجيلهم إسهال وجفاف، وكمان في خطر الملاريا وأمراض تانية بينقلها الناموس. الخطر أكبر على العيال، الحوامل، الكبار في السن، واللي عندهم أمراض. في ناس مش قادرين يكملوا المشي خلاص، بيسيبوا هدومهم، شنطهم، جزمهم، لعبهم وحاجات تانية عشان يخففوا الحمل اللي معهم. عشان كده بتلاقي حاجات كتير مرمية في الطريق اللي مشوا فيه. بس مش كل اللي تساب يعتبر زبالة عادية. في حاجات بتكون علامة على إن في حد تعب أو تعور
أو تفرق عن المجموعة أو ما قدرش يكمل. وكمان في خطر من ناس تانية. حسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، في مهاجرين تعرضوا للسرقة والضرب والعنف الجنسي والتهديد من جماعات إجرامية. صعب تطلب مساعدة عشان المكان بعيد، وكمان الشبكة ضعيفة أو مش موجودة. ولما حد يضيع مش سهل يبعتوا هليكوبتر أو فريق إنقاذ. الأشجار كثيفة جدا وفي أماكن قليلة بس اللي ينفع ينزلوا فيها. وكمان محدش عارف العدد الحقيقي للناس اللي بتموت هنا. حسب المنظمة الدولية للهجرة، في وفيات كتير ممكن ما تتسجلش عشان مش بيلقوا الجثث في الغابات الكثيفة والأنهار شديدة التيار. سنة 2024 سجلت المنظمة 174 حالة وفاة لمهاجرين في طريق دارين، بس ممكن يكون العدد الحقيقي أعلى من كده. ما ينفعش نبص للمهاجرين دول على إنهم ناس اختاروا يخطروا خلاص. كتير منهم عارفين إن الطريق خطر، بس بالنسبة لهم البقاء في المكان اللي سابوه كان مرعب أكتر بكتير. وده السبب اللي بيخليهم يفضلوا يعبروا حتى لو فيه طين، أمراض، مجرمين، وإمكانية إنهم ما يطلعوش من هناك عايشين. في فجوة دارين كمان ممكن تضيع بسهولة حتى لو عندك خبرة في الغابة. النباتات كثيفة وكل الاتجاهات شكلها شبه بعض. لما الأثر يختفي بسبب المطر أو الطين أو شجرة وقعت، ممكن الواحد يلف ويرجع لنفس المكان اللي كان فيه قبل كده من غير ما ياخد باله. ده مش عشان الغابة بتتحرك أو فيه قوة غامضة بتضلل الناس. العلامات الواضحة بس هي اللي بتختفي. المناظر اللي ممكن تستخدمها كدليل قليلة. مش بتشوف الجبل ولا الشمس عشان الأشجار مغطيين عليهم. كمان ممكن الصوت يتغير جوا الغابة الكثيفة. الصرخة أو صوت الخطوات ممكن ينعكس على الأشجار، وده بيخلي من الصعب تعرف جاي منين. لما الواحد يكون تعبان، جعان، خايف ومش نايم كويس، بيكون أسهل إنه يتلخبط. ممكن يتهيأله إن في حد بيتبعه أو سامع صوت حد، مع إن الصوت ده ممكن يكون صوت حيوان أو مية أو هواء أو نباتات بتتحرك. مش محتاجين تفسير خارق للطبيعة. التعب والضياع لوحدهم كفاية علشان الغابة تبقى خطيرة. الأرض كمان ضعيفة في أجزاء كتير من دارين. في أماكن كتير منحدرة مليانة طين وبتتغرق بالمية. لما المطر يبقى شديد، الطريق اللي مشيت عليه ممكن يختفي بسرعة، ومستوى المية في النهر يعلى. الرطوبة كمان عالية جدا، علشان كده هدومك وجزمتك دايما مبلولين. لما الجلد يفضل مبلول في المية لفترة طويلة، بيبقى سهل جدا يطلع جروح أو فقاعات أو يحصل التهابات. في كمان تعابين سامة في المنطقة زي فيرديلانز أو تيرتيوبيلو، غالباً بتستخبى في العشب أو الورق أو على جنب الطريق. ممكن تعض لو حد داس عليها أو قرب منها قوي. السم بتاعها ممكن يسبب تورم ونزيف وتلف في الأنسجة. لازم علاج طبي سريع ومضاد للسم. دي المشكلة في دارين. حتى لو في علاج، ممكن المستشفى تكون بعيدة جداً. فيه كمان حشرات ممكن تحط بيضها على جلد الإنسان أو الحيوان. واحدة منهم هي ذبابة النغف البشرية. اليرقة بتاعتها ممكن تكبر تحت الجلد قبل ما تتشال. شكلها مرعب، بس غالباً بتتعالج بسهولة لو تشاف وتنظف كويس. المية الوسخة أخطر بكتير. لو الواحد معهوش مية نظيفة كفاية، ممكن يضطر يشرب من النهر أو مجرى مية صغير. المية دي ممكن يكون فيها بكتيريا أو طفيليات أو وساخة جاية من ناس أو حيوانات تانية. لما الواحد يجيله إسهال شديد أو يرجع كتير، جسمه بيخسر المية بسرعة. في مكان حر وبعيد عن المساعدة الطبية، ممكن التهاب بسيط في المعدة يبقى خطير. دلوقتي هنتجه لغابة تانية. في غابة تانية ما ينفعش تروحها حتى لو كنت مستكشف شاطر. مش عشان الطريق صعب، لكن عشان فيه ناس عايشين هناك، وواضح إنهم مش عايزين يتواصلوا مع العالم الخارجي. دي جزيرة سنتينل الشمالية. هتلاقيها في جزر أندمان ونيكوبار اللي بتتبع الهند. محيط بها البحر والشعاب المرجانية وغابات كثيفة جدا. هنا عايشين السنتينيز، واحدة من أكثر الجماعات الأصلية المعزولة في العالم. قليل جدا اللي معروف عنهم. أكيد مش معروف عددهم بالضبط، ولا لغتهم، ولا معتقداتهم، ولا كل تفاصيل حياتهم. وكمان غلط نقول عليهم ناس لسه عايشين في العصر الحجري. هم مش عايشين في الماضي، هم عايشين في الحاضر وبطريقة مناسبة
لجزيرتهم. في كمان أدلة إنهم بيستخدموا المعدن اللي بيلاقوه من الحاجات اللي بتنجرف أو بتظهر لما حاجة بتتكسر قريب من الشاطئ، اللي واضح إنهم مرارا وتكرارا أظهروا إنهم مش عايزين أي تواصل. لما مركب أو شخص يقرب منهم ممكن يطلعوا أسلحة ويطلقوا سهاما للتحذير. عشان كده الهند بتحظر بشدة الاقتراب أو الدخول لأراضيهم المحمية. القانون مش معمول بس عشان يحمي الزوار، الأهم من كده هو بيحمي شعب السنتينايز من الأمراض والتدخل القسري. سنة 2018 مبشر أمريكي اسمه جون ألين تشاو حاول يوصل للجزيرة في السر. بيقولوا إنه دفع فلوس للصيادين عشان يوصلوه قريب من نورث سنتينيل، ومن هناك استخدم قارب صغير عشان يقرب من الشاطئ. كان هدفه إنه يتواصل مع أهل الجزيرة ويعرفهم على المسيحية، لكن رد فعل السنتينليز كان واضح. في أول محاولة له يقرب أطلقوا عليه سهما، وبيقول في مذكراته إن سهم جه في الإنجيل اللي كان معه. قدر يهرب أول مرة لكن رجع تاني. في آخر مرة راح فيها قال للصيادين ما يستنهوش يرجع. بعد كده الصيادين بلغوا إنهم شافوا أهل الجزيرة وهم بيسحبوا جثته على الشاطئ. السلطات ما قدرتش تجيب جثته. ده مش عشان الهند ما عندهاش القدرة، هم اختاروا إنهم ما يبعتوش قوة كبيرة ممكن تسبب عنف أو أمراض أو خطر أكبر على شعب السنتينليز. مهم إننا نشيل القصص الغلط عنهم. ما فيش أي دليل إنهم بيعملوا تضحيات غامضة جوا الغابة، وبرضه ما فيش أي أساس للقصص اللي بتتكلم عن معبد سري أو طقوس غريبة ضد الطيارات. القصص دي بتطلع من التخمينات، لأن تقريبا ما فيش حد من برا يعرف ثقافتهم الحقيقية. وبرضه مش صح نوصفهم إنهم كساة كده وخلاص. من وجهة نظرهم اللي بيقربوا دول غرباء داخلين بيتهم، رغم إنهم واضحين إنهم مش عايزين يتواصلوا، وعندهم سبب قوي يخليهم يتجنبوا الناس. أي حد من برا ممكن يجيب معاهم الإنفلونزا أو الحصبة أو أي مرض عادي تاني. بما إنهم بقوا فترة طويلة بعيداً عن التجمعات الكبيرة، ممكن ما يكونش عندهم مناعة كفاية ضد بعض العدوى. ده مش معناه إن برد بسيط هيقضي عليهم أكيد، بس فيه خطر حقيقي إنه المرض ينتشر بسرعة في مجتمع صغير. وصوله للعلاج الحديث محدود، وحصلت حاجات زي دي قبل كده في مجتمعات السكان الأصليين المعزولة التانية. بعد الاتصال ناس كتير ماتوا بسبب الأمراض اللي جابها الناس من برا. عشان كده أحسن طريقة نحمي بيها السنتينليز هي نسيبهم يعيشوا حسب قراراتهم هم. وبرضه صعب الوصول للجزيرة بطبيعتها، حواليها شعاب مرجانية. وقت الجزر بتظهر أجزاء ضحلة وحادة ممكن تكسر المركب، وكمان مفيش ميناء كويس هناك. الأمواج القوية وتغيرات المد والجزر بتستمر لفترة طويلة، وده بيخلي النزول بأمان صعب. وجوه الجزيرة الغابة كثيفة جدا، بس أقوى حاجز في نورث سنتينيل مش الشعاب المرجانية ولا الأشجار، هو الرفض الواضح من الناس اللي عايشين هناك. هم مش مزار سياحي ولا تجربة ولا لغز لازم نكشفه. ليهم حق يختاروا إنهم ما يتواصلوش مع حد. من جزيرة صغيرة في المحيط الهندي حنتنقل دلوقتي لواحدة من أكبر الغابات المطيرة في العالم، دي حوض الكونغو في وسط أفريقيا. هي بتغطي جزء كبير من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكمان شوية دول جنبها. دي تاني أكبر غابة مطيرة استوائية في العالم بعد الأمازون. هي واسعة جدا في أماكن بعيدة عن الطرق والمستشفيات والمدن الكبيرة. في بعض المجتمعات النهر هو الطريق الرئيسي للدخول والخروج. الغطاء الشجري يعني قمم الأشجار كثيف جدا. بسبب كده في بعض الأماكن ضوء الليل بس هو اللي بيوصل لأرض الغابة. بس مش صحيح إن الشمس ما لمستش الأرض لمئات السنين. في فراغات في قمة الأشجار، فيه أشجار بتقع، فيه أنهار، فيه أماكن مفتوحة وتغيرات موسمية بتخلي الضوء يدخل. وبرضه مش كل حوض الكونغو عبارة عن مستنقعات ومياه راكدة. فيه غابات جافة، غابات مغمورة بالمياه، سافانا، أنهار وأنواع مختلفة من المواطن. الخطر الكبير هنا مش الظلام الأبدي، المسافات البعيدة، الرعاية الصحية المحدودة، النزاعات المسلحة في بعض المناطق، الملاريا، وظهور أمراض معدية جديدة هي الأخطر بكتير. هنا
وتعرف فيروس إيبولا لأول مرة سنة 1976. فيروس إيبولا مش بينتشر في الهواء، في الغابة، بينتقل عن طريق التلامس المباشر مع دم أو سوائل جسم شخص أو حيوان مصاب. لما بيحصل تفشي في مجتمع بعيد بيكون صعب السيطرة عليه بسرعة. ممكن يكون فيه نقص في المعامل، معدات الحماية، العاملين الصحيين المدربين، ووسائل النقل الآمنة. أوقات بياخد أيام قبل ما يوصل المريض لمركز صحي مناسب. فيه كمان ملاريا، مرض النوم، الحمى الصفراء، وأمراض تانية في بعض مناطق الإقليم. بس غلط نقول إنه الدكاترة دايماً بيشوفوا فيروس غامض بيقتل في خلال ساعات قبل ما يتعرف. لما بيحصل تفشي مش عادي، السلطات الصحية بتاخد عينات وبتعمل اختبارات معملية. أوقات السبب بياخد وقت عشان يتعرف، بس ده مش معناه إن دايماً في حاجة جديدة مش معروفة. الفيروس مش في كل قرية نائية. دلوقتي جمهورية الكونغو الديمقراطية لسه بتواجه تفشيات لأمراض خطيرة زي الإيبولا وإمبوكس. بعد المسافة بين المجتمعات وقلة الموارد وخوف السكان والعنف في بعض المناطق بيصعبوا الاستجابة أكثر. فيه كمان عاملين صحة بيتعرضوا للخطر، وهم بيوصلوا العلاج وبيكشفوا على المرضى وبيتابعوا الناس اللي تعاملوا مع المصابين. بس ده مش معناه إن الدكاترة مش بيحاربوا. فيه تجارب على لقاحات لبعض أنواع الإيبولا، ومراكز عزل وتتبع للمخالطين، ومساعدة من منظمات الصحة المحلية والدولية. بجانب المرض، حوض الكونغو معروف كمان بأسطورة موكلي موبومبي. بيقولوا إنه حيوان ضخم جدا برقبة طويلة وعايش في الأنهار والمستنقعات. فيه حكايات عنه من بعض المجتمعات المحلية والمستكشفين. في ناس بتقارن ده بديناصور سوربود حي، بس لسه ما فيش دليل مؤكد. حفريات، صورة واضحة، عينة DNA أو جثة تثبت إن الكائن ده موجود فعلا. الأرجح إن الحكاية دي جاية من ناس شافوا فرس النهر، فيل، زواحف كبيرة، أو من قصص تقليدية اتنقلت عبر أجيال كتير. حوض الكونغو فعلا خطر، بس مش عشان الغابة ملعونة. المشكلة الحقيقية إن في أماكن كتير بعيدة عن المستشفى، الطرق والإنقاذ. لما حد يعيا أو يتعور ممكن ياخد ساعات أو أيام عشان يوصل للمساعدة. وزي ما قلت قبل كده، هنا أول مرة تعرف نوع من الإيبولا سنة 1976 في جزء من جمهورية الكونغو الديمقراطية. بس فيروس ماربورغ ما اكتشفوش هنا لأول مرة. اتعرفوا عليه لأول مرة سنة 1967 في أوروبا، بعد ما اتعبوا عمال المعمل اللي تعاملوا مع قرود جاية من أوغندا. إيبولا وماربورغ مش بينتشروا لمجرد إن الغابة حر، غالباً بينتقلوا عن طريق التلامس المباشر مع الدم أو سوائل جسم الشخص أو الحيوان المصاب. وفيه كمان ملاريا ومرض النوم في بعض مناطق وسط أفريقيا. الملاريا بتيجي من البعوض، أما مرض النوم فبينتقل عن طريق ذبابة التسيتسي. كمان البقاء لفترة طويلة في الغابات الكثيفة متعب جدا. هدومك بتبقى مبلولة، النوم بيبقى صعب، وكل حاجة حواليك شبه بعض. لما الواحد يكون جعان، تعبان وخايف بيبقى سهل يتوتر بسرعة. بس مفيش دليل قوي إن الحاجات دي بتسبب هلاوس بشكل تلقائي، أو إنه الغابة نفسها بتسبب اكتئاب شديد. دلوقتي من الكونغو تعالوا نروح للأمازون، أكبر غابة مطيرة استوائية في العالم. الغابة دي بتمتد لكتير من دول أمريكا الجنوبية، وبسبب مساحتها الكبيرة جدا في أماكن كتير ما فيهاش شبكة ولا طرق واضحة ولا إنقاذ سريع. أكثر الحاجات الخطيرة هنا هي فقدان الاتجاه، الجفاف، العدوى، الفيضانات، الأنهار السريعة، وقلة الأكل. واحد من أشهر الناس اللي اختفوا هنا هو بيرسي فوسيت. سنة 1925 راح هو وابنه وواحد تاني معاه لمنطقة ماتو جروسو في البرازيل. كانوا بيدوروا على مستوطنة قديمة سماها هو زد. بعد آخر رسالة منهم محدش شافهم تاني. لحد دلوقتي محدش عارف إيه اللي حصل لهم. ممكن يكونوا ماتوا من مرض أو حادثة أو جوع أو عنف. بس فوسيت كان عنده حط في حاجة مهمة. الأمازون عمرها ما كانت فاضية. بمساعدة الليدار العلماء قدروا يشوفوا مستوطنات كبيرة، طرق، قنوات، خزانات ومنصات تحت الغابة الكثيفة. ده بيبين إن كان فيه مجتمعات منظمة ومعقدة في بعض أجزاء الأمازون قبل ما الأوروبيين يوصلوا.
بس ده مش معناه إن مدينة زد المفقودة بالضبط كانت موجودة. لسه فيه مجموعات أصلية معزولة في الأمازون. السلطات بتتجنب التواصل المباشر معهم علشان تحميهم من الأمراض والعنف والاستيلاء على أراضيهم. فيه كمان أساطير كتير عن الأمازون، واحدة منهم هي إلدورادو. القصة بدأت عن زعيم كان بيستخدم غبار الذهب في الطقوس بتاعته. بعد كده بقت أسطورة عن مدينة مخفية مصنوعة من الذهب. كتير من المستكشفين ماتوا وهم بيدوروا عليها، بس لحد دلوقتي محدش لقى المدينة الذهبية. في كمان قصص عن الأناكوندا اللي طولها أكتر من 15 متر. فعلا الأناكوندا الخضراء حجمها ضخم وبتقدر تقتل الكابيبارا أو الكيمن، بس مفيش أي سجل موثوق عن أناكوندا عايشة بالحجم ده. الخطر الحقيقي أكتر هو نملة الرصاصة. لدغتها مؤلمة جدا وممكن تستمر لساعات كتير، بس التأثير مش واحد على كل الناس. فيه كمان قصة مشهورة عن كانديرو، سمكة صغيرة بيقولوا إنها بتدخل جسم الإنسان. هي فعلا طفيل على أسماك تانية، بس مفيش أدلة علمية كفاية إنها بتدخل مجرى البول عند الإنسان بشكل منتظم. اللي لازم نخاف منه أكتر في المية هو التيار القوي، سمكة الراي اللاسعة والأنقليس الكهربائي والطفيليات والبكتيريا. فيه كمان نباتات في الأمازون بيستخدموها عشان يعملوا كرري. بعض الجماعات الأصلية بيستخدموه في طرف السهم أو سهم النفخ. لما كمية كافية منه تدخل الدم ممكن تشل العضلات، حتى اللي بتستخدمها في التنفس. بس هو مش سام لمجرد إنك تلمسه. في الآخر مش محتاج لعنة ولا وحش عشان الأماكن زي دينتري، دارينجاب، جزيرة سنتينل الشمالية، حوض الكونغو والأمازون يكونوا خطرين. الخطر الحقيقي جاي من كبر المكان، الأمراض، التضاريس الصعبة، الأنهار السريعة، قلة الإنقاذ وأخطاء البشر. الغابات دي مش شريرة، هي أنظمة بيئية شغالة بقوانينها الخاصة.